ساعات كتيرة بنبقى متسربعين وبنجري والحاجة بتقع مننا وبعدين في النص كده نلاقي حد في وسطينا كده هادي وراسي كده ويقول الكلمة تتسمع كده، كلنا نبقى بنقول حاضر. مش فاهمين هو ليه كلنا عند فلان بالذات بنسمع الكلام كده يعني. الحقيقة لما نفكر في الموضوع نكتشف انه في حاجة كده ليه هيبة. ايه الهيبة دي؟ تعالوا نشوفها كده ونفهم يعني ايه. الحقيقة في يوم من الايام وقف ابونا يعقوب الكبير يقول كده قدام خاله لبان في مشكلة من المشاكل: لولا اله ابي ابراهيم وهيبة اسحاق. ايه هيبة اسحاق دي؟ الحقيقة انه اسحاق الكبير كان ليه هيبة، مع ان اللي يقرا قصة اسحاق في سفر التكوين يلاقي انه اسحاق كان راجل طيب جدا، ما فيش فيه كده عنف، ما فيش حاجات، لكن كان عنده هيبة لدرجة ان ابنه يعقوب قال هيبة اسحاق. جت منين الهيبة دي؟ لو تابعنا نعرف. اول حاجه تجيب الهيبه وشفناها في اسحاق انه كان بيعرف يجي على نفسه شويه، مش لازم يجي قوي لكن يجي شويه بشويه بشويه. يعني ايه؟ يعني ابونا ابراهيم يقول له يا اسحاق تعالى معايا نصحى بدري نروح نقدم ذبيحه. حاضر. طب انا شاب، انا عايز انام، انا مش. جرب بس، جرب تيجي على نفسك مرة شوية وتعمل حاجة وتشوف ازاي ربنا ما بينساش ويديك هيبة في حاجات تانية كتير. جربت تزور حد كبير محدش بيزوره؟ جربت تسأل على حد بقاله كتير قوي محدش سأل عليه؟ جربت تشوف حد من صحابك ملوش صحاب والناس كلها بتبعد عنه عشان اي حاجة وانت تسأل عليه او تقوله تعالى نخرج سوا وتفرحه؟ جرب تيجي على نفسك شوية وانت تفهم يعني ايه هيبة. طب وايه تاني؟ الحاجة التانية اللي كان اسحاق شاطر فيها قوي هي الخلوة. اسحاق كان بيعرف ياخد خلوة لدرجة كده انه لما شاف رفقة خطيبته اول مرة كان الحقيقة راجع من الخلوة، فكان ربنا محضر له عروسة جميلة وهي رفقة، وكانت زيجة صالحة جدا، زيجة رفقة واسحاق، وجابوا لنا بعديها يعقوب اللي جاب الاسباط كلها. طيب غير الخلوة وغير ان الواحد يجي على نفسه، يتبقى حاجة تالتة كان شاطر فيها اسحاق جدا، وهي انه بيعرف يسيب. حقيقي اسحاق كان ما عندوش مشكله في انه يسيب الحاجه من ايده، وما عندوش حب قنيه كده جامد للفلوس. اسحاق حفر 7 ابار، منهم 6 ابار، وزمان كانت حفر البير دي مشكله وتكلفه وحاجات كبيره ولغايه دلوقتي الحقيقه، لكن في كل مره كان بيحفر هو ورجالته ويطلعوا ميه من البير في وسط الصحراء، يجوا ناس ياخدوا منهم البير. اسحاق يقول لهم ما بنتخانقش على فلوس، سيبوه لهم. فالحقيقه يحفروا اللي بعده يلاقوا فيها ميه ياخدوه. 6 مرات يحصل كده، وعشان ساب ال6 مرات في المره السابعه طلع له بير لغايه دلوقتي اسمه بئر 7، لانه الحقيقه كان اسمه بير الشبع، كان مليان ميه ومليان بركه. واسحاق على فكره في عصره كان من اغنى اغنياء الارض زي ابوه ابراهيم، رغم ان هما الاثنين الفلوس كانت تحت رجليهم. لو اتعلمنا نعمل ال3 حاجات، اننا نيجي على نفسنا شويه عشان نخدم اخواتنا، او اتعلمنا الخلوه ونقعد مع ربنا نشبع منه، او الحاجه الثالثه ان احنا نسيب ونترك، الحقيقه ناخد هيبه اسحاق ويكون عندنا هيبه.